وهذا يكون أول جو في بغداد. وكان أعضاء الجو مكون من مجموعة من الشابات بيوتهم قريبة والمجاورة للكنيسة، وكانوا يقومون بخدمة القداديس. ومن ملوك السنين استمر الجو في عطائه وخدمة الليتورجية من خلال خدمة القداس والرسامات اللاهوتية والسهرات والرياضات الروحية والأمسيات وغيرها من أنواع الخدمة. وفي وقت النزوح استمر الجو في عطائه من خلال الخدمة ضمن جو موحد مكون من مختلف أجواء بغداد. جو مارتشموني الذي كان يخدم في كنيسة مارتشموني في عنكاو، وبعد فترة النزوح عاد الجو إلى أحضان كنيسته واستمر إلى يومنا هذا. ولأن التراتيل هي جزء أساسي من الليتورجية حيث تمثل تعبيراً موسيقياً للعبادة الجماعية ورفع الروح نحو الله من خلال رفع الصلوات للرب، فهي الوسيلة التي من خلالها يصلي الناس ويفرحون، وهي أجمل مشاركة للشعب معا لرفع النفوس إلى الرب. Yeah.
نؤمن بإله واحد. تم وضع الجزء الأول من قانون الإيمان في مجمع نيقيا سنة 325 ميلادية، وتم تعديله وإكماله في مجمع القسطنطينية سنة 381 ميلادية، وذلك للتصدي للبدع والهرطقات. يا رب، نؤمن بك أيها الضابط الكل، وبابنك الوحيد يسوع المسيح الذي تجسد وصلب وقام ليهبنا الحياة، وبالروح القدس الذي يقدس القلوب ويحيي الكنيسة. يا ثالوثا قدوسا، اجعل إيماني حيا، لا كلمات تقال بل نارا تشتعل في قلبي. وكما قال القديس اثناسيوس: صار الله إنسانا لكي يصير الإنسان شريكا في الطبيعة الإلهية. فاجعلنا يا رب نعيش هذا السر كل يوم، لنكون صورة لمجدك ومحبة تشهد بحقك في العالم. من إله واحد
إذ يعطي المؤمن السلام وهو ضام راحتيه، وبعدها يمسح بها وجهه مع إشارة الصليب علامة على تبادل المصالحة والغفران. نأخذ السلام من يسوع ونعطيه للآخر بحب ووعي، فتتجلى محبة الله وسلامه في حياتنا وبين البشر.
مملوءتان من مجدك